متعودين إن سواء في خسارة أو تعادل وأوقات كتير حتى لو مكسب، إن إحنا دايمًا بنطلع نتكلم عن السلبيات، بس خلّينا النهارده نتكلم عن الإيجابيات شوية، زي مثلًا إن أنت عندك لاعب زي مروان عثمان أو مروان أوتاكا، لعيب مميز ومحتاج إن هو ياخد فرصة وياخد ثقة ويكتسب الخبرة الدولية، بس هو لعيب ممتاز عنده 23 سنة، عنده مجهود بدني جبار، بيتحرك في الملعب بشكل كويس، عنده رؤية في الملعب، فاضل له بس يعني شوية حساسية في رجله كده تبقى مضبوطة وهيبقى ممتاز، بس هو في السكواد الحالي اللي فيه لعيبة بتلعب في الأهلي بقى لها 5 و6 و7 سنين هو أحسن منهم، فده مثلًا من الحاجات الإيجابية جدًا النهارده، إن أنت تتعادل يانج أفريكانز أكيد مش فرقة تتقارن بالنادي الأهلي، ولا فرقة تبقى منافس للنادي الأهلي، بس إن أنت يدخل فيك جون وتعرف ترجع برّه ملعبك في جنوب أفريقيا وأنت بتلعب الساعة 15:00. أنا مش عارف إحنا مشكلتنا إيه كلاعيبة إن إحنا ما بنعرفش نلعب الساعة 15:00 أو مشكلة لعيبة الأهلي إيه أو لعيبة الكرة المصرية إن هي ما بتعرفش تلعب بالنهار، متعودين إن هم بيلعبوا بالليل بس، اللي هو غالبًا أيام ما كانوا بيلعبوا كرة في الشارع فالشباب دي كانت بتلعب بالليل، أو لو بيلعبوا كرة في رمضان فهُم ما كانوش بيلعبوا وهُم صايمين، كانوا بيلعبوا وهُم بعد الفطار. ليه؟ إحنا على فكرة إحنا مش في دولة جوّها معتدل يعني، إحنا في دولة جوّها حَر، فعادي إن أنا ألعب الساعة 15:00. ليه مستوايا دايمًا يبقى سيء الساعة 15:00 بعد الساعة 15:00 بابقى كويس؟ بس خلّينا مكمّلين في إن إحنا بنتكلّم عن الإيجابيات. تريزيجيه بدأ يعمل بفلوسه، بدأ يعمل باسمه، بدأ يعمل إن أنا أصل يعني تريزيجيه بيتعامل معاملة الأجانب في النادي الأهلي كفلوس وكعقد وككل حاجة، فأنا لسه بدأت أحس إن تريزيجيه مهم، بقى له 5، 6 ماتشات فارق، بيجيب أجوان يعني بيصنع الفارق، مش بيدّي لي 100%. أنا ما فيش لعيب في الأهلي بيدّي لي 100% إلا العاق إمام عاشور، وهنتكلم عليه بس مش دلوقتي. فتريزيجيه فتحس إن يعني في بصيص أمل، اللي هو في كام محمد هاني ممتاز، فأنت عندك محمد هاني، عندك تريزيجيه، عندك مروان عثمان، تحس إن في أسامي كده يعني إيه بدأت تبقى كويسة. إن أنت بتلعب بمصطفى شوبير دي برضه حاجة من ضمن الإيجابيات، يعني في إيجابيات نتكلم عنها وفي سلبيات كتير. إحنا الحلقة دي هنتكلم عن حاجات كتير أوي، يعني إحنا الأول هنتكلم عن الماتش، بعديها هنتكلم عن قصة إمام عاشور بالمختصر المفيد يعني مش هنطول فيها، بعديها هنتكلم عن المنتخب. فخلينا نتكلم عن الماتش ونتكلم عن أهم حاجة في الماتش هو يسترب. يعني أنا ساعة الماتش في الشوط الأول واحد صاحبي كان بيتكلم معايا فبيقول لي الأهلي سيء، قلت له هنتحسن الشوط الجاي. قال لي جه جون، قلت له هنعوض الشوط الجاي. قال لي ما هو مش باين، قلت له لأ هنتحسن. قال لي ما هو المستوى ده مش مناسب للأهلي، قلت له أنت ليه محسسني إن أنت أول مرة بتتفرج على الأهلي وهو بيلعب في جنوب أفريقيا الصبح؟ قال لي طب ما احنا كل الفرق بتاعت أفريقيا خلاص بقى بتلعبنا الصبح. أقول له خلاص وأنت عندك المشكلة دي ندور على حلها بقى. لكن الجيل ده السنة دي زي السنة اللي فاتت زي السنة اللي قبلها زي السنة اللي قبلها زي السنة اللي قبلها، أنت كل ما بتلعب العصر ولا بتلعب الساعة 3 في أي مدينة أفريقية بيبقى مستواك كده. فالمشكله مش في المدرب والمشكله مش في اختيارات المدرب، وهقول لكم ليه المشكله مش في اختيارات المدرب بس قدام شويه. يستر هو كان السبب ان انا واثق ان احنا هنرجع نتحسن في الشوط الثاني، وده من خلال اللي احنا بنشوفه من الراجل في الماتشات اللي فاتت كلها. ان انت بيبقى عندك مشاكل في الشوط الاول، بيجي الشوط الثاني الراجل بيلاقي لها حلول، وبتلاقي طريقه اللعب اتغيرت، وبتلاقي ان هو فاهم ايه اللي بيحصل في الملعب، وبيقدر ان هو يعمل التغييرات المناسبه سواء تغييرات في التشكيل او تغييرات في المراكز. فالراجل بجد عندنا مدرب كويس مش عايزين نفرط فيه، زي ما عندنا حارس مرمى كويس اسمه مصطفى شوبير مش عايزين نقعده دكه، زي ما عندنا لاعب لسه شاريينه ولا جاي اعاره من سيراميكا كويس عايزين نديله فرصه اكتر، عايزين نديله فرصه اكتر. طيب اختيارات المدرب وليه؟ يعني ناس كتير كانت بتقول التشكيل وحش، انا بالنسبه لي كنت شايف التشكيل مناسب، والحاجات اللي ما كانش انا عندي ليها مبرر ان هو ليه بيلعب كده، ليه بيلعب بطاهر محمد طاهر مثلا لعيب عفى عليه الزمن من اول ما جه الاهلي،
يعني طاهر محمد طاهر ده ما افتكرلوش غير ان هو مثلا ايه في اخر كل موسم قبل تجديد التعاقد بتاعه بيجيب له جونين 3 حلوين وبعد كده بيتصاب وبيقعد وبيرجع مستواه العب من الاول. ليه يلعب بطاهر محمد طاهر؟ فالشوط الثاني لما بن شرقي نزل عرفنا ليه يلعب بمحمد طاهر. بن شرقي ما جاش، بن شرقي لسه ما جاش من الامارات ولا من قطر، من الفريق اللي كان بيلعب فيه مع تريزيجيه. لغايه دلوقتي هو لسه ما جاش عندنا. ما هو انا مش عشان ترقصت لي ترقيصه حلوه ولا جبت لي جون حلو يبقى انت كده خلاص عملت اللي عليك. لا يا حبيبي، اشرف بن شرقي مش موجود، وده سبب كافي للمدرب انه يبدا بطاهر محمد طاهر وما يبداش بيه. لا وفوق ده وده، يعني بعيدا عن الالحاد الكروي اللي هو بيقدمه في الملعب، لا هو ما بيرجعش يدافع. يعني هو حرفيا بيقدم الحاد كروي وما بيرجعش يدافع، اللي هو طول الماتش هو ما بيعملش حاجه. يعني ال 25 دقيقه ولا ال 15 دقيقه اللي نزل لعبهم كان حاجه كده استغفر الله العظيم زي البيبي، يعني حاجه زي البيبي ما ينفعش تتفرج عليها. محمد علي بن رمضان زفت. يعني محمد علي بيقول كنا متوقعين ان هو هيبدا بمحمد علي بن رمضان عشان يحل محل امام عاشور. نزل محمد علي بن رمضان عمل لي ايه؟ ولا حاجه، ولا حاجه. كورته سيئه. هو مش العادي بتاعه ان كورته سيئه. انا لما محمد علي بن رمضان جه انا قلت انا ما شفتش لعيب عنده الامكانيات دي وعنده السلاسه دي في لعب الكوره وعنده المهاره دي من ايام ابو تريكه. بس ماتش في التاني في التالت بعد كده طلع لك كرش، بعد كده ما فيش مستوى. طب وبعدين يا معلم؟ وبعدين يا ريس؟ ما انت محسوب عليا محترف برضو. يعني محمد علي بن رمضان وبن شرقي الاتنين محترفين عليا، محسوبين عليا محترفين، والاتنين بياخدوا بالدولار. طب ايه؟ ومش جايين برضو رخاص، يعني مش جايين ببلاش. يعني انتوا مش جايين ببلاش، انتوا جايين بفلوس كتير. مستواهم زي الزفت. فلما المدرب ما يبدأش بيهم فهو كده مدرب واقعي ومدرب منطقي. وده يخلينا نروح لحتة كمية اللعيبة العالة على النادي. يا جماعة احمد نبيل كوكا هو السبب في الجون، هو اللي عمل فاول ملوش اي 30 لازمة. باك شمال ما عداش نص الملعب طول الماتش. يعني طول الماتش انا احمد نبيل كوكا ده ما عداش اصلا نص الملعب. فده بيلعب في النادي الاهلي على اساس ايه؟ طاهر محمد طاهر بيلعب في الاهلي على اساس ايه؟ اشرف بن شرقي بيلعب في الاهلي على اساس ايه؟ محمد علي بن رمضان، محمد شريف. طبعا عايزين نقول الف سلامه لياسر ابراهيم. يعني ياسر للاسف يعني اصاباته كتير، مش كتير قوي يعني بس بيتصاب وفي اوقات كتير احنا محتاجينه فيها. وياسر يمكن هو مش احسن مدافع في العالم يعني، ولا احسن مدافع في افريقيا، ولا احسن مدافع في مصر، بس ياسر عنده ميزه مش موجوده في 99% من لعيبه الكره اللي موجوده في الاهلي، ان ياسر مستواه ثابت. ياسر اللي هو انا ادائي كده وده اللي عندي وده اللي هديهولك طول كل ماتش، مش هيتغير، مش هتلاقيني اقل ومش هتلاقيني احسن، بس مستواه ثابت. وطبعا في الرجوله يعني من ارجل اللعيبه اللي موجوده حاليا في الكره المصريه، اللي هو بيموت على كل كوره بس طبيعي بيحصل اخطاء، الاخطاء وارده. يعني الاخطاء وارده، اعظم مدافعين العالم بتغلط. فالف سلامه على ياسر ابراهيم، ونتمنى ان روح ياسر ابراهيم تبقى موجوده في باقي لاعبين الاهلي. محمد هاني الحمد لله بقى كويس، ياسين مرعي كان كويس الماتش ده. احمد رمضان بيكهام يعني ما حصلش اختبارات، والوقت اللي هو لعبه ما كانش كافي ان هو يتقاس اداؤه كان عامل ازاي. بس في التشكيله بتاعه الاهلي مثلا لو قلنا ان الاهلي فيه 30 لاعب حاليا بعد الاعارات وبعد ما قفشه مشي وبعد ما مش عارف مين مشي والعش مشي وبتاع، فانت لسه ما زال عندك 10 لعيبه عايز تمشيهم وتجيب غيرهم، وموسم الانتقالات خلاص خلص. فايه يعني ربنا يستر، ربنا يستر من الموسم ده. انا قلقان من الموسم ده، انا قلقان من الموسم ده. نروح بقى لموضوع امام عاشور. موضوع امام عاشور انا عايز اتكلم في نقط يمكن محدش اتكلم فيها كتير. كابتن احمد شوبير طلع وبيقول ان امام عاشور ده، طلع هو في فيديو، انا شفت الفيديو، يعني ده لا تصريح ولا نقلا عن ولا موقع كاتب، ده هو اللي بيطلع في فيديو بيقول اصل امام عاشور كان متضايق عشان ما شاطش ضربة الجزاء فده سبب المشكلة. ده تصريح. طلع تصريح تاني اصل امام عاشور عايز يبقى اعلى عقد في الاهلي فده سبب المشكلة. بس ما اعرفش مين اللي كان المصدر بتاعه.
واول حاجه واخر حاجه اتقالت كانت ان امام عاشور حس ان هو تعبان او عندهم المتحور الجديد هو وعيلته كلها، فكان في المستشفى وبياخد مضادات حيويه وعشان كده ما سافرش مع الفريق. وده نفس الكلام، ده نفس الكلام اللي امام عاشور طلع بعد كده قاله في البيان. النادي الاهلي طبعا طلع الغرامه 1.5 مليون والايقاف الاسبوعين والتدريب منفردا و انا مشكلتي في حاجتين: في الاعلام اللي بيصدر صوره معرفش هل هي حقيقيه ولا لا عن اللاعب، ومشكلتي في اداره النادي الاهلي او المسؤول عن البعثه اللي مش عارف اللعيبه بتاعته فين. في ناس كتير بتقول امام عاشور ما يكملش، في ناس كتير بتقول ان النادي الاهلي عرض امام عاشور للبيع، في حاجات كتير بتتقال. لكن انا كاكرم شايف ان احنا محتاجين امام عاشور كده يخف ويقوم بالسلامه. ده لو كان تعبان ان شاء الله يعني ربنا يعافينا ويشفيه لو تعبان، يتعامل معاه تحقيق ويتفهم انت يا ابني عاوز ايه، وفي نفس الوقت ابقى انا كاهلي محدد انا هزود له عقده، هزود له فلوس، هجدد له، همضيه قصه ادم وطني ايه اللي هو كده، يبقى انا مجهز ملف بتاعي، الملف ده فيه انا هعمل ايه كاهلي في كل السيناريوهات، واشوف وضع اللاعب. اكيد في دكتور في الاهلي قادر ان هو يروح يشوف امام عاشور اصلا تعبان ولا لا. يعني في حاجات كتير تتعمل عشان المشكله دي تتحل. بس في كل الاحوال، في كل الاحوال امام عاشور غلطان والغلط راكبه من ساسه لراسه. وفي كل الاحوال برضو النادي الاهلي ما تعاملش صح في الازمه دي. وفي كل الاحوال برضو الاعلاميين اللي محسوبين على النادي الاهلي ليسوا على مستوى الثقه، واولهم كابتن احمد شوبير اللي بيدور على اللقطه اكتر من مصلحه النادي من وقت ما كان في قناه النادي. يعني من وقت ما كان في قناه النادي هو بيدور على اللقطه ومصلحته الشخصيه اكتر من مصلحه النادي ومن مصلحه ابنه. فنقفل موضوع امام عاشور على كده ونشوف رسميا الاهلي هيعمل فيه ايه بعد الاسبوعين بتوع التدريب المنفرد وبعد الغرامه الماليه وبعد كل الكلام ده. نتكلم بقى شويه عن الايه المنتخب، وهي يعني مش هنطول، دقيقه بالكتير مش اكتر من كده. انا واحد من الناس اللي ما كانوش متفائلين، ويمكن الفيديوهات كلها موجوده، وقبل المنتخب ما يدخل يلعب في كاس افريقيا انا منزل فيديو اسرار فشل منتخب مصر من قبل اصلا المنتخب ما يلعب، وكل الاحداث اللي حصلت شبه متكلم عنها في الفيديو انها بتحصل وهتحصل وهتفضل موجوده في الكوره المصريه طول ما في محمد صلاح مع كابتن شرط القياده، طول ما اتحاد الكوره الحالي موجود، طول ما احنا عندنا كوسه، وطول ما احنا عندنا واسطه، طول ما احنا في حاجات كتير قوي، حال الكوره المصريه مش هيتصلح. اصل مش انت لوحدك اللي بتدعي، يعني المصريين مش هم بس اللي بيدعوا ودعواتهم مقبوله، ما الشعوب التانية برضو من حقها تفرح والشعوب التانية برضو بتدعي. ربنا بيدي للمجتهد، يعني ربنا قال والله لا يضيع اجر المحسنين، ما قالش انهم المصريين بس. فسر الدعاء والسجده ونيه الانتصار دي إن يعني مش بالنيه، مش بالنيه الكلام ده بالمنظومه، وان انت يبقى عندك كوره، وان انت يبقى عندك هدف، وان انت يبقى عندك لعيبه رجاله. شوفوا ساديو ماني مع السنغال اللي معلم علينا 3 مرات، مخرجك من نص النهائي في كاس الامم، واخد منك كاس الامم اول بطوله في تاريخه، واخد منك صعود كاس عالم. يا فرحتي وانا عندي كابتن محمد صلاح. انا بعد ماتش السنغال بعيدا عن الظروف المرضيه، الظروف المرضيه اللي كانت عندي، يعني ما بقتش حابب اتكلم في الكوره. جه ماتش نيجيريا مش عايز اتكلم، جه الاهلي لعب ماتش في الدوري باين وماتش في الرب مش عايز اتكلم. هتكلم في ايه؟ ما هو خلاص ما فيش حاجه تتقال، احنا بنضحك على نفسنا، وكل الناس اللي بتطلع تتكلم في الكوره دي بتضحك على نفسها. لازم تغيير جذري، لازم تغيير جذري. ومشكله امام عاشور مع الاهلي الحاليه دي ده اكبر دليل ان لازم تغيير جذري. انت المنظومه عندك ماشيه غلط، ماشيه غلط، منظومه الكوره ماشيه غلط، الفساد فيها للركب. اشوف النهارده في الماتش بتاع الاهلي لعيبه الاهلي في تغيير، راح اللعيب بتاع الاهلي مطلع الكوره بره،
راح الحكم مكمل الماتش. طب يا معلم انا بلعب ناقص، راح الحكم مكمل الماتش. طب ولعيبه الاهلي راحوا مطلعين كوره تاني، راح مكمل الماتش. انت بتعند مع المدرب وبتعند مع انت مجنون. دي الكره الافريقيه. والكره المصريه بقى اسوأ. الكره المصريه اسوأ. يعني عشوائيات الكره المصريه وعشوائيات الدوري المصري اسوأ بكتير. فلا مش بالنيه، والله والله العظيم النجاح ما بالنيه. وكابتن حسام حسن محتاج يدعم. كابتن حسام حسن محتاج يدعم، محتاج ندعمه. ما يبقاش واحد زي محمد علي رخيص، بني ادم رخيص، في الماتش بتاع مصر ونيجيريا طول الماتش عمال يقطع في حسام حسن ومش هتكلم في الموضوع ويرجع يتكلم في الموضوع. وانا نفسي افهم هي بين سبورت بينها ايه وبيننا؟ يعني ليه لازم المشجع او المعلق بتاع بين سبورت على ماتشات مصر يكون دمه تقيل ورزل وزملكاوي؟ يعني احمد الطيب وعلي محمد علي، وكان في واحد خرتيت كده زيهم هما الاثنين. تلاقي في تونس عندهم عصام الشوالي، تلاقي في الجزائر عندهم رؤوف خليف، تلاقي في السعوديه عندهم مش عارف مين، تلاقي في المغرب عندهم برضو واحد بيحاول يقلد عصام الشوالي، هو بيجتهد. وتيجي في مصر ال 120 مليون، ما ده برضو من ضمن الفساد والفشل. ان انت حتى مش ما عندكش لعيبه عندها شخصيه البطل وعندها شخصيه مصر اللي التيشيرت بتاعها عليه 7 نجوم. ان انت مش عارف توفر لعيبه كويسه للمراكز الناقصه للفرق بتاعت الدوري كلها بما فيهم الاهلي والزمالك. لا كمان ان انت مش عارف توفر صوت معلق كويس يبقى في بين سبورت، وصوت معلق كويس للماتشات المهمه في اون تايم. طب وبعدين يا جماعه؟ وبعدين نبطل نشجع كوره، نشجع يد. احنا في اليد ماشيين كويس، يعني احنا في كره اليد ماشيين كويس. بس المشكله الواحد حاسس ان احنا لو شجعنا اليد فالفساد هيتوجه لمنظومه اليد. اي حاجه احنا بنبقى وراها وبتنجح، مجرد ان احنا بنقرب منها وبنتكاتف عليها الفساد لازم يطولها. فربنا يوفق منتخب مصر في اللي جاي، وربنا يوفق النادي الاهلي في اللي جاي. وبنختم كلامنا دايما بالصلاه على اشرف الخلق اجمعين سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والتسليم. وما تنسوش الدعاء لاخواتنا في فلسطين وفي اليمن وفي السودان وفي سوريا وفي العراق وفي ليبيا ولبنان وكل البلاد العربيه المتضرره. اللهم امين. السلام عليكم.